بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، قبل ما أبدأ فيديو النهاردة، الناس اللي فاتتها فيديو امبارح بتاع الكاميرا الخرافية، بجد أنت فاتك كتير يعني ما اتفرجتش عليه. حالا هتلاقي الفيديو موجود، خش اتفرج واسمع رأيك في التعليقات. ولو حضرتك كنت أول مرة تتفرج معانا على القناة أو أول مرة تشوف القناة، ما تنساش سبسكرايب من هنا، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد الفيديوهات. تنساش كمان اللايك بتاع الفيديو او حتى ديسلايك anyway اللي انت تحبه او اللي انت شايفه. تعليقاتكم مهمة، دعمكم لينا وتشجيعكم هو اللي هيخلينا نكمل، وبأمر الله مستمرين بأمر ربنا وبدعمكم ومساندتكم. ناس الطيبين المحترمين اصحاب التعليقات الحلوة بجد ما تحرمش منكم، انا بشكرهم على السريع. الاستاذ امير الريس، الاستاذ احمد ميدو، الاستاذ ايكو ميوزيوم، الاستاذ عبد الله الشبراوي، الاستاذ المحترم عماد حواس، الاستاذ احمد ياسر، الاستاذ محمد رجب، الاستاذ عبد فارس، الاستاذ مصطفى الجلفي، الاستاذ تامر اسماعيل، احمد مجدي البرنس، البوب حبيبي، علي جابر المحترم، استاذ وجيه ادريس، استاذ احمد حامد، استاذ احمد محي ابو السعود، استاذ علي عيد، استاذ طارق مرسي، استاذ احمد محي ابو السعود المحترم. بجد تعليقاتكم كلها على عيني وما تحرمش منكم يا رب، واشكركم. النهارده بقول ان في تطبيق كارثي. ليه كارثي يا عم الحاج؟ الناس اللي عندها رام 1 جيجا، الناس اللي عندها رام 2، الناس اللي عندها 3 أو 4 زي حالاتي كده، من كتر التطبيقات اللي بيحطوها على التليفون والالعاب، التليفون بيتقل، بيبقى حالته منيله ب60 نيله. حتى لو انت بتنزلش العاب وتطبيقات وعندك فيس وماسنجر بس، دول كفيلين ان هم يحرقوا التليفون، يحرقوا ويستنزفهم ويستهلكوا بطاريته ورامته. النهارده التطبيق بتاع النهارده انا بسميه المرعب. يعني ايه مرعب؟ كل التطبيقات اللي موجوده على متجر جوجل بلاي او بره متجر جوجل بلاي، سواء بتنزلها على تليفونك او العاب او التطبيق ده يخاف ينزل معاهم. ليه يا عم الناس؟ التطبيق يخاف يعني ايه؟ بيخوف؟ لا ده مش بيخوف بس، ده بيقتلهم. اوعى تفتكر لما تكون شغال على فيس وماسنجر وواتس، حضرتك انت متخيل ان انت لما حضرتك تخلصهم ويطلع منهم هم كده انت شغالين؟ كان غيرك اشطر يا ريس. التطبيقات دي شغاله مش مقفوله، التطبيقات دي شغاله وبتفشخ التليفون حرفيا. حسها لما يكون عندك فيس وماسنجر. شوف التليفون هتحس ان هو بيروح بسرعه، بطاريته بتروح بسرعه، التليفون تقيل. عايزين حاجه تسرع التليفون. يعني ايه تسرع؟ التسريع ده يجي نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا اقفل التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه دي، بالتالي الرام يخف، بالتالي الجهاز يبقى سموثلي بيتحرك كده بانسيابيه، ما تحسش بتقل كده، ما تحسش بلاج ولا تهنيجه ولا الكلام ده. اوريكم تطبيق المرعب، كملوا معاه الفيديو للنهايه عشان هوريكم الفرق الشاسع اللي ما بين قبل استعمال تطبيق المرعب وبعد استعماله. تطبيق اول ما هتفتحه هيبقى بالواجهه دي. تطبيق قبل ما ابداه نسخه مدفوعه عشان خاطر عيونكم، غير النسخه الموجوده على جوجل بلاي، اضعف من النسخه البرول دي اللي حضرتك بين ايديك حضرتك دلوقتي. نسخه خاليه من الاعلانات، بتعمل شغل وبس، ملهاش دعوه باعلانات ولا اي حاجه. الواجهه بتاعت التطبيق بالمنظر ده. اول ما هتفتحه هتلاقي عندك 68 تطبيق لونش اب. انا عندي اكتر من 400 تطبيق ولعبه على تليفوني. ايه يا عم كل انا معلش، انا بحب التطبيقات وبحب الالعاب، بحبهم بعشقهم. دي الناس اللي بتحبني او الناس القريبه مني او الناس اللي عارفاني. العبد لله الحمد لله، بحب الحاجات دي قوي، بحبها، بحب احتفظ على حاجات على تليفوني. فببقى صعبان عليا ان انا امسح حاجه. فانا دلوقتي مشغل 68 من ال 400 دول. شايف التليفون فيه 71% مستهلك من الرام، مش فاضل لي قد ايه يا عم الحاج؟ انا فاشل في الحساب شويه، تقريبا 29% من الرام، وده كتير على تليفون 4 جيجا رام. طيب انا دلوقتي عندك 2 اوبشن، خيارين، يوزر اب وسيستم اب. اليوزر اب دي اللي هي التطبيقات اللي حضرتك بتنزلها من متجر جوجل بلاي او من بره متجر جوجل بلاي، او هي التطبيقات اللي بره، التطبيقات اللي جاي غير التطبيقات اللي جايه مع التليفون وانت شريك جديد حضرتك. طب ايه التطبيقات اللي بتيجي بالتليفون؟ اللي هي سيستم اب. من فضلكم بلاش تفعلوا دي، سيبها مقفوله كده.
ليه؟ التليفون التطبيق ده الكافر ده انا بسميه كافر، معلش انا دايما لو الناس الحبايب يعني بيلاحظوا ان انا بسمي التطبيقات باسامي غير اساميهم. انا بحب كده، بحب ان انا اوصف كل تطبيق باللي هو وصله لي، بالشكل اللي هو وصل لي بيه. انا حاسس كده، انا بحسه كده، بحسه بيأدي الدور ده كده، فانا بطلق عليه اسم. فاهمين؟ كل واحد ليه اسم وليه اسم دلع. هو انا كده، انا بحب كده. اعوذ بالله من كلمه انا. تمام. فاليوزر اب دي فعلوها، هي دي اللي احنا عايزينها نقتلها. طب السيستم اب بلاش، لان التطبيق ده من احد مميزاته ان هو بيقتل السيستم اب. وبلاش تقتل السيستم اب عشان ما يعملكش مشاكل في التليفون. ركز قوي في النقطه دي. التطبيق ده من اهم مزايا الثانيه او الكبيره قوي. خلي بالك ان التطبيق ده مش بيحتاج روت. يعني ايه روت؟ روت ده موضوع تاني، موضوع جذر كده وتغيير جذر وحاجات كده عمليه بتبقى بتطبيق وكده. فالتطبيق ده من غير روت، ودي ميزه جد ملهاش حل. التطبيقات اللي موجوده كلها بروت. طيب يا عم الحاج يلا ابدا لنا الدنيا هتمشي ازاي. اوريكم بس الدنيا هنا. خلي بالك في هنا حاجتين، الاكسبشن ليست واللاونش اب. الاكسبشن ليست اللي هي دي كده اهو، تك عليها بتجيب لك هنا علامه بلس. يعني ايه اكسبشن ليست؟ يعني التطبيق بيقول لك خلي بالك يا عم الحاج، شوف انت عايز تحط انهي تطبيقات تحميها مني، اللي هو انا اسف منه يعني، من التطبيق المرعب ده، ان انا ما اقتلهاش، تبقى شغاله في الخلفيه. زي تطبيق الاذان مثلا، لو في ناس عندها تطبيق اذان، تطبيق بتاع اللي هو القياس سرعه النت، انا اسف، الانترنت سبيد ميتر. كل التطبيقات اللي انتوا حابين تشتغل في الخلفيه عايزين تحطها هنا، خلوها في الوايت ليست عشان التطبيق ما يقتلهاش. مثلا نعمل بلس، وانا هحط التطبيق اللي انا بصور بيه الفيديو عشان ما يفصلش وانا بسجل الشاشه. هعلم عليه هنا صح، وبعدين هنا اوكي. خلاص هو علمهولي اهوت كده يا عم الحاج. بيقول لي لو عايز بقى تقتل اللي انت عايز تقتله، ومش هقتل لك التطبيق بتاع الموبيزين ده اللي هو بتاع تصوير الشاشه. طيب تمام. هنعمل ايه بقى؟ من هنا شايفين البتاع اللي هي التشغيل دي 68 اب دي، خليكم فاكرين شكل اللي موجود قدامكم. 68 اب شغالين، 71% من الرام مستهلكه. لكم مركزين معايا ايه اللي هيحصل. هضغط هنا زي ما قلت، هيقول لك اديني الصلاحيات بتاعتي، اقول له اتفضل خد الصلاحيات بتاعتك. تمام هنا اوكي وافعله وارجع تاني. خلاص ابدا اديله الامر بقتل كل التطبيقات اللي موجوده عند حضرتك بالخلفيه. التطبيق بدا يشتغل، ما بياخدش كتير، ولكن اصبروا عليه عشان هتلاقوا نتيجه بجد خرافيه. تستحقوا ان انتوا تسموه معايا المرعب. اي حد عزيز عليك او بتحبه ابعت له التطبيق ده شير، وقول له يا معلم حس بالفرق، شوف تليفونك هيبقى عامل ازاي بعد ما تنزل عليه التطبيق، وادعي لي ما تنساش. ناس كتيره طلبت مني ان انا انزل العاب، ان شاء الله بامر الله الفتره الجايه دي انزل في العاب كتيره، العاب حصريه، العاب اونلاين واوفلاين، احجام كبيره واحجام صغيره على كل الاذواق، وان شاء الله كله هيبقى مبسوط معانا. القناه بتاعتكم ما تنسوش دعمكم. بحمد ربنا وبشكره، في ناس اصحاب قنوات كبيره بفضل ربنا يعني بيكلموني يعني انا بشكرش في نفسي، انا اقل الناس طبعا، اعوذ بالله من انا، ودي حاجه بتبقى فخر ليا. تعليقاتكم سواء الايجابيه اللي بتحسسني ان انا حاجه كويسه وبتخليني دايما اسعى ان انا اجيب لكم الافضل والافضل في مجال تطبيقات والعاب اندرويد، وتحسسكم ان انتوا او توصلكم ان انتوا تبقوا مميزين ومختلفين عن اللي حواليكم. انا مش بنزل اي حاجه وكل الحبايب والمعارف عارفين كده. انا لو انا عايز انزل اي حاجه هنزل فيديو كل ساعه، وده مش هدفي ولا ده غرضي. انا عايز ابقى مميز، وعايزكم تبقوا معايا مميزين بالحصريات والجديده. فتاكد ان لما ينزل فيديو من عند العبد لله، تاكد تمام التاكد ان حضرتك في حاجه جديده وتستحق ان انت لو انت مشغول ومعاك مليون حاجه فضيها
عشان ما يفوتكش الفيديو وما يفوتكش التطبيق او اللعبه بتاعه اليوم. التطبيقات السلبيه، انا اسف، التعليقات السلبيه اوعوا تتخيلوا ان هي ممكن تنزل مني. بجد انا بشكركم كل الشكر. تعليقاتكم السلبيه دي او حتى النقد دي بتدفعني الامام، بتعلم منها، بصحح من اخطائي. انا مش ملاك، انا بشر بتعلم وبستفيد. انتوا احسن مني 1000 مره، وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم القناه دي اتولدت عشان تستمر وتكبر بيكم وبدعمكم، وان شاء الله هنبقى الاحسن والافضل بامر الله. 57% تطبيق شغال بيحرق في كل التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه، احنا سايبينه يشتغل براحته بس هنحس ان الدنيا ظبطت احسن واحسن عن فيما قبل. التطبيق ده حجمه صغير، اعتقد يعني 3 ميجا، حاجه يعني لا تذكر. تطبيق بيقتل نفسه، مش بيعتق حتى نفسه، يعني هو نفسه كمان. لو الناس اللي فاهمه في الاندرويد يقول لك يا عم التطبيقات اصلا اللي بتقتل البرامج دي او بتقتل التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه هي نفسها بتستهلك رام. فعلا ده حقيقي، انما التطبيق اما يقتل نفسه، تخيلوا يقتل نفسه بعد ما يقتل التطبيقات. انا اسمحوا لي ارفع له القبعه واقول له شابوه بجد. بشكر المطور بتاعه او الديفلوبر بتاعه. تطبيق يستحق 1000 نجمه من قلبي. كلكم هتشوفوا الفرق، هتشوفوا الدنيا مشت ازاي. تطبيق انا بشوفه من وجهة نظري حاجة محترمة، حاجة تستحق ان هي يكون على تليفونك، ومن الاساسيات كمان. يعني لما تيجي نبدأ نجيب تليفون جديد او عندك حتى تليفون قديم ومتفرمطه، ده لازم يبقى رقم 1 على تليفونك، لان ده هيحسسك بموضوع مختلف مع استعمالك للتليفون. رقم 1 على ما اعتقد واظن حاليا في تسريع اي تليفون اندرويد في العالم. انا مش ببالغ بس بجد ده وصف ليه. خلاص 91% 92 والتطبيق ماشي بيقتل. تنسوناش من زرار اللايك، تنسوناش من تعليقاتكم ايجابيه او سلبيه، انا برحب بيها وعلى دماغي وما تحرمش منكم. اعمل شير للبوست، فعل الجرس، اشترك عشان ان شاء الله بامر الله اللي جاي واللي جاي احسن. 97% 98% خلاص 100%. خلاص التطبيق قفل نفسه. يعني تخيل نفسه ما عتقش. فاكرين 68 تطبيق اللي كانوا مفتوحين بقوا صفر. فاكرين ال 71% رام المستخدمه بقت 56. فرق بين السماء والارض. افتح تطبيقاتك بقى اللي عايز تفتحها وبرامجك، مش هتحس بالتهنيجه، مش هتحس بالتعليقه. حياه حلوه. ركزوا وان شاء الله اللي جاي احسن. النهارده بالليل ان شاء الرحمن باذن ربنا فيديو عن ازاي يبقى معاك اسرع متصفح في العالم بنسخته المدفوعه. حاجه وهم هتشوفوها بعينيكم وتسمعوها بودنكم. ومع الفيديو تطبيق هيخلي سرعه النت عندك على التليفون، مش شرط كمان المتصفح بقى، حاجه طياره ان شاء الله باذن الله. احنا معاكم ومكملين. تنسوش اشتركوا في القناه واللايك، واروح بقى اصلي الظهر عشان الظهر بيدن، الجمعه بتدن. يلا بس اشوفكم ان شاء الله بعد الجمعه بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسف على الاطاله، اسف بجد، بس معلش كنت محتاج اوضح شويه امور، بتاسف لكم. سلام.